السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم الكحك. تمام. كحك زمان، الكحك اللي احنا كلنا بنحبه. ان شاء الله هعمله معاكم النهارده، فيديو النهارده. كملوا معايا الفيديو للاخر وانتوا هتعرفوا كل تفاصيل الكحك. عيد سعيد عليكم، كل سنه وحضراتكم طيبين. ده كان الكحك بتاعنا. بصوا جماله، بصوا شكله تحفه. ماسك نفسه على فكره، دايب دوب دوبان. حلو جدا جدا جدا، هيعجبكم قوي. جربوه بنفس الطريقه وقولوا لي رايكم في الكومنتات. بصوا شكله، بصوا كمان الرسمه اللي عليه حلوه جدا. شايله السكر، مش ممسوحه ولا اي حاجه. حلوه قوي قوي قوي. يلا نشوف وصفتنا ونشوف مقاديرنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا كيلو دقيق. تمام. معايا معلقتين سكر بودره، معايا معلقتين سمسم. تمام كده. معايا ذره ملح، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره خميره فوريه، ومعايا نص كيلو سمنه. تمام. اي سمنه انتي بتفضليها حطيها. ومعايا ملبن وعليه معلقه صغيره سمنه. خلاص. ومعايا معلقه كبيره ريحه كحك. تمام كده يا حبايبي. اهو. هحط السمسم والسكر. اهو هحط السمسم والسكر وذره الملح، اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. يا ريت الاول مره يشرفني بالاشتراك ويفعل الجرس على الكل علشان يوصل له كل جديد انا بنزله. فضلا وليس امرا، ما تنسوش اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. هنا حطينا السمسم والسكر وذره الملح وهنقلبهم تقليبه كده. تمام كده. وهناخد السمنه بتاعتنا ونروح بيها على النار اهي. انا عايزه السمنه بتاعتي تقدح. تمام. اهو. سيبها لما تقدح خالص. هحط فيها حتة عيش. اول ما اعرف حتة العيش سخنت معايا او اتحمصت معايا يبقى تمام كده. خلاص العيش معايا تمام. خلاص كده يا حبايبي اهو. خلاص كده اهو. كده كانت السمنة بتاعتي قدحت وبدأت انزل بيها على الدقيق اهي. تمام. آه لو انتي مش حابة تقدحي السمنة وعايزة تحطيها باردة هيبقى معاكي حلو. احنا بنحب ريحة الكحك بتاع زمان، فبحب نقدح السمنة بصراحة. خلاص بدأت اقلب بمعلقة سيليكون ومعلقة كده او معلقة خشب. تمام. خلي بالك على ايديكي علشان السمنة بتغلي. فقلبي بمعلقة جامدة كده. تمام. هسيبها لما تبرد خالص. بعد ما اقلبها تقلبتين هسيبها لما تبرد علشان هبسها. الكحك عايزه كحك ناعم، لازم تبسي الدقيق. تمام. انا هسيبها كده لما تبرد وهروح للملبن اعجن الملبن واكوره اهو. يا ريت توصل معايا لحد هنا، ما ينساش اللايك. هنا كنت خلاص عجنت الملبن وهكوره كده وهحطه كله في طبق. تمام كده. كان هنا خلاص كده كورت الملبن كله وبدأت كده اطلع على الدقيق. تمام. ابس فيه كويس اهو. بسي على قد ما تقدري فيه، الكحك بيحب البس اهو. هفضل ابس بالطريقة اللي انتوا شايفينها اهو كده. بصوا حلو جدا جدا. بصوا ببس ازاي. اهم حاجة تكوني مستحملة الحرارة بتاعت السمنة بتاعتنا والدقيق. سيبيه لما يهدى خالص وابدأي بس فيه. خلاص ما تحطيش الخميرة عليه لحد ما يبرد خالص. هنا بقول لكم كورت الملبن كله. بدأت كده اجيب نص كوباية مية وعليها معلقة سكر والمعلقة الصغيرة الخميرة ودوبتهم حلو ونزلت بيهم على الدقيق بتاعي او على السمنة بتاعتي اللي احنا الدقيق بتاعي اللي هو الكحك بتاعنا اللي احنا بسيناه. ونزلت بالمعلقة الصغيرة البيكنج باودر والمعلقة الكبيرة ريحة كحك. تمام. حابه تحطيها في اول في اول مع الدقيق في الاول مش مشكله، مش هتفرق في الاول ولا في الاخر، مش هتفرق لما تحطي البيكنج باودر وريحه الكحك. بس البيكنج باودر بنحطها في الاخر والخميره علشان خاطر بس ما تموتش معانا.
هنا بقول لكم هنا خلاص تمام كده، ما تكتريش سوائل علشان خاطر الكحك بتاعك ما ينشفش، ما تعجنيش كتير، يا دوب تلفيه بس كده وتشربيه الميه وخلاص. حابه تحطي حليب مكان الميه ممكن تستبدلي الميه بالحليب، لكن انا حبيت احط ميه. تمام. حبيت اعمل لكم باقل حاجه موجوده عندك في البيت هتقدري تعملي الكحك. خلاص. عايزه تحشيه عجميه احشيه، عايزه تحشيه مكسرات احشيه، اللي يريحك اعمليه. خلاص انا عامله حاجات بمقدار قليل. تمام. وبحاجه موجوده في كل بيت. هنا بدأت كده اجيب الكحك بتاعي. تمام. وابدأ احشيه بالملبن وبصمه بالبصامه. تمام. بس انا البصمات اللي عندي مش كويسه، جبت بصمات كتير وناس صحابي جابوا لي بصمات كتير برضو، بس مش بتبصم، مش بتبان على الكحكه بصراحه، مش من نظيفه، مش كويسه. فبدأت اجيب المنقاش كده وانقش بالمنقاش. خلاص. اهو هنا بقول لكم بصوا، مش برضو مش حلوه، مش عجباني، مش البصمه اللي انا عايزاها. خلاص. بصمت كده، بصمت بالمنقاش بتاعي. هفضل ابصم كده بالمنقاش بتاعي او انقش بالمنقاش بتاعي. تمام. الكميه كلها بتاعتي. خلاص. حابه لو عندك انتي بصمات حلوه، رسمتها حلوه، بصمي بيها. لكن انا البصمات اللي عندي زي ما قلت لكم مش كويسه، فحبيت اعمل بالمنقاش كده. المنقاش شكله برضو جميل. النقشه اللي انت عايزاها اعمليها. انا هنا الرسمه دي ما كانتش عجباني، النقشه دي ما كانتش عجباني فغيرتها. بصوا جمالها. بصوا اللي يريحك اعمليه. بصوا. جميله جدا جدا جدا، هتعجبكم قوي. اهو انا هعمل الكميه كلها بتاعتي كده بنفس الطريقه. اهو هوريكم كده كام واحده وهكمل الباقي علشان الفيديو بس ما يطولش عليكم. وعيد سعيد عليكم، كل سنه وانتم طيبين يا رب. اهو حطيت هنا، كنت خلصت الكميه كلها وسويتها، بس انا ما جبت لكمش الصواني وهي في الفرن البلدي بتاعتنا. حطيتها في الفرن ووريتكم بس الصينيه الصغيره دي. هنا كنت خلاص طلعتهم من الفرن. عايزه اسويهم في فرن البوتاجاز مش هيجرى اي حاجه سويهم، بس انا سويتهم في الفرن البلدي بتاعتي الغاز بتاعتنا او بتاعتي الانبوبه. بصوا جماله، بصوا شكله تحفه، والرسمه بتاعته حلوه قوي، النقشه بتاعته حلوه. بتشيل السكر. حلوة قوي قوي، السوا بتاعه مظبوط جدا، الكحك بتاعنا دايب دوب. جربوه وان شاء الله هيعجبكم. بصوا جميل جدا جدا جدا. لو في ملبن طلع منك كده من الكحكة مش مشكلة، مش هيجرى اي حاجة، هو بياخد بس ايه، يعني بياخد لون زيادة بس مش مشكلة. هنا اهو طلعت لكم كميه عشان انا بشيل الكحك بتاعي من غير سكر، فطلعت لكم كميه كده او حبه كده على طبق وحطيت لكم عليهم سكر علشان اوريكم شكلهم وهما بالسكر. بصوا شايل السكر حلو قوي قوي قوي، حلو جدا جدا. بصوا شكله تحفه بجد. بصوا جماله. بصوا جميل جدا جدا. جربوه بنفس الطريقه وان شاء الله يعجبكم. انا بشيله بحتفظ بيه في علبه محكمه الغلق بدون سكر. يقعد معاكي فتره. هو كيلو مش هيقعد كتير، لو انت عامله كميه ممكن تقدحي السمنه، بس انا بحب ريحه السمنه، حتى لو عملت كميه قليله بحب ريحه السمنه تكون مقدوحه. بحب كحك بصراحه بتاع امهاتنا، بتاع زمان. ربنا يبارك في امهاتنا جميعا ويرحم كل ام متوفيه. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.